ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لكن الله جل وعلا رد عليهم بقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. يعني هذا القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام الذي يبلغكموه لسان عربي مبين، وهذا الرجل الذي تقول أنه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أعجمي، والأعجمي لا ينطق بالعربية ولو كان أصله عربيا، بخلاف العجمي المنسوب إلى العجم فهذا نسبته إلى العجم يعني غير العرب ولو نطق بالعربية، لأنه قد يقول قائل ثم ماذا إذا كان أعجمي؟ سيبويه أعجمي وإمام من أئمة العربية، ما يمكن أن يقال هذا. جل أئمة اللغة أعاجم، فهل يكون فيه رد لسان الذي يلحدون إليه أعجمي؟ أعاجم لكنهم أئمة في العربية، فمن ينطق بالعربية لا يقال له أعجمي ولو كان من العجم، يقال له عجمي بدون همز، والذي لا ينطق بالعربية يقال له أعجمي ولو كان من أصول عربية، لئلا يقال إن هذا لسانه أعجمي، هذا أعجمي لكن سيبويه أعجمي هو أعرف منا بلغة العرب. نقول لا، الأعجمي الذي لا يتكلم بالعربية ولو كان من أصل عربي بخلاف العجمي. طيب نسيت اسمه ولا سموه ما أدري والله نسيته. المقصود أن بهذا يرد على من يمكن أن يثير مثل هذه الشبهة. العجماء جبار. إيش معنى العجماء؟ نعم، البهيمة التي لا تنطق، فهي حينئذ تشبه الأعجمي ولا العجمي. إيش معنى العجماء؟ شوف يا أخوان، أنا أريد أن الآن الحديث فيه إشكال على ما قرر ولا ما فيه إشكال؟ العجماء جبار، يعني هل نسبتها إلى العجم مثل العجمي أو مثل الأعجمي؟ لا شك أن واقعها مثل الأعجمي لا مثل العجمي، هذا الواقع، لكن بناء الكلمة نعم هي أقرب إلى العجمي، في بنائها أقرب إلى العجمي منها إلى الأعجمي. يشكل على ما قرر ولا ما يشكل؟ يشكل، لكن العجمي الأصل فيه أنه لا يتكلم العربية، الأصل فيه أنه لا يتكلم العربية، لو لم يتعلم لصار عجميا أعجميا. الأصل فيه أنه لا يتكلم العربية إلا إذا تعلم، وهذه العجمة مثل العجمي الذي لم يتعلم لأنها لم تتعلم فتستمر عجمة. الآن اتضح لنا الفرق، لأنهم يقولون العجمي، هم يقولون العجمي الذي يتكلم العربية، لا، المنسوب إلى العجم، فإن كان على أصله ونسبته إلى العجم ولم يتعلم العربية مثل سيبويه لقلنا عجمي أعجمي، وهذه عجمة ومع ذلك لا تتكلم مثل العجم ومثل الأعاجم، مثل العجم الذين لم يتعلموا العربية ومثل الأعاجم الذي لا ينطقون بالعربية، فلا إشكال حينئذ. فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ أما قررنا قلنا الأعجمي الذي لا ينطق بالعربية لسانه غير عربي، والعجمي المنسوب إلى العجم ولو نطق بالعربية، وإلا فالأصل فيه أنه منسوب إلى العجم، والعجم لا يتكلمون العربية، لكنه تعلم فصار يتكلم بالعربية مثل سيبويه، بل صار إمام من أئمة العربية. هذه العجمة منسوبة إلى العجم في الأصل قبل التعلم لأنها ما تعلمت، فهي مثل العجمي الذي لا ينطق بالعربية بقي على أصله ولم يتعلم، لأنه قد يثار مثل هذا الكلام. ممكن ولا ما ممكن؟ لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني نزل بلسان العرب وبلغتهم، مبين بواسطة هذه اللغة التي هي العربية أشرف اللغات. وعلى هذا يقبح بمن يتصدى لتعليم القرآن أو تفسير القرآن
أو فهم القرآن ولو لنفسه وهو لا يتقن العربية، بل معرفة العربية بجميع فروعها خير ما يعين على فهم القرآن بعد كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو عربي.